هوريكم النهارده بقى مطعم كلكم كتبتوا لي في الكومنتات، والغريبه ان المطعم ده بيعمل كل حاجه حرفيا. شوفوا معايا الفيديو للاخر عشان تعرفوا حصل ايه. عشان اخد جوله في المكان كان لازم البس المرياله دي. انا النهارده بقى لقيت مطعم حرفيا فيه كل حاجه، مش هضطر بقى اروح اكل بيتزا في حته وكريب في حته وشاورما في حته وفراخ في حته، لان مطعمنا النهارده فيه كل حاجه حرفيا. تعالوا بينا ناخد جوله في المكان كده ونوريكم المكان فيه ايه بالظبط. دخلت بقى المكان كده وبدات ابص على كل الحاجات اللي موجوده. هو موجود عندهم بيتزا شرقي وايطالي وشاورما لحمه وشاورما فراخ، كمان لقيت عندهم مشويات وكمان في صواني، وكمان ببص في الشوايه كده لقيت فراخ. استغربت ان كل حاجه موجوده فعلا. بما اني بقى كنت شيف فطير وشرقي قديم، فاحنا هنعمل محاوله مع الشيف كده ان انا اخش اعمل ايه فطير. دخلت بقى جنب الشيف كده قال لي ماشي تمام مفيش مشكله، بس لازم تلبس بقى ايه البتاع اللي بتلبس على الشعر دي عشان بس مفيش حاجه تقع ايه على. بدات بقى امسك العجينه والعب فيها كده زي ما انتم شايفين. بدات بقى ايه ان انا افردها، وفردت العجينه طبعا ايه بالشوبك زي ما انتم شايفين كده. بعد ما فردتها بقى بدات اهوي. انا مستغرب بصراحه ان انا لسه بعرف اعمل الحاجات دي. بدات بقى اشد العجينه وافردها كده يا باشا واطبقها على بعضيها واحط بقى ايه الحشو بتاعها واشيل الاطراف كده زي ما انتم شايفين. وقفلت الفطيره بقى زي ما انتم شايفين كده وحطها في الفورمه بتاعتها وبس. شيف يعني يا جماعه. قلت اتفزلك بقى واخش على ايه على الشاورما يا برنس. زي ما انتم شايفين برضو قطعت الشاورما كده. بصراحه انا اول مره اعمل الحاجه دي برضه يعني مش اي كلام. خلصنا بقى ايه المطبخ، بصراحه الجو كان حر جدا. يلا بينا بقى ايه نطلع ناخد جوله في المكان. طبعا الدور الاول المطبخ وده الدور الثاني. الدور الاول بقى هو السفره، بس سفره عاديه طبعا. انا بحب القعده العربي انتوا عارفين. هنا بقى الدور الثالث القعده العربي. زي ما انتم شايفين بقى ايه دخلنا القعده العربي كده. قعدت بقى ايه اتجول في المكان حرفيا يا جماعه. القعده هناك جميله جدا. قعدت بقى يا باشا واستنيت الاكل ينزل لي. وده الاكل بتاعنا زي ما انتم شايفين. طبعا دي صينيه وبيتزا وماريا، حاجات كتير جدا على السفره. ويلا بينا نجرب. بسم الله نبدا نبلع يا برنس. اول حاجه جربتها هي المكرونه النجريسكو دي. حسيت بجد يا جماعه ان المكرونه محشيه جامد جدا، وصوص البشاميل بتاعها بجد كان حلو جدا بجد عجبني. بعد كده جربت يا باشا بقى ايه البيتزا دي. البيتزا دي كانت تشيكن رانش. عجبني قوي الرانش عندهم، وكمان الفراخ بتتحط كريسبي. البيتزا دي حلوه بصراحه وتكسب. خش لي بقى على اللي بعده يا باشا، وانا بحب الحاجات دي قوي. اللي بعده هي الجريمه اللي انتوا شايفينها دي. دي بقى صينيه بيبقى فيها شيش وفرخه تكه وشويه بطاطس ورز وكفته، معاها بقى شويه السلطات والطحينه بتاعتها. يلا بينا بقى ايه نبدا نجرب كده. بدات بقى اجرب الحاجات اللي في الصينيه دي، وبدات بالكفته كده غمستها في الطحينه. بجد يا جماعه الكفته عجبتني جدا. دخلت بقى على الفراخ الشيش زي ما انتم شايفين كده. الفراخ احلى حاجه فيها ان عليها باربيكيو، بجد طعمها تحفه. خش بقى على الفراخ الفحم يا باشا. عايز اقول لك الفراخ دي كانت مستويه كويس جدا، وبجد ما كانتش زفره خالص. طعمها كان حلو جدا بصراحه. جربتها برده في الطحينه، التسويه بتاعتها كويسه جدا. فتحت بقى الرغيف زي ما انتم شايفين كده اللي كان نازل مع الطلب بتاعنا. شكلت بقى شويه لحوم كده من اللي في الصينيه وجربتهم. بجد يا جماعه تحفه. والصينيه دي اقتصاديه جدا وكل حاجه فيها بجد حلوه. دخلت بقى على اللي بعده هو الكريب. بجد يا جماعه الكريب من اقوى الحاجات هناك. بيبقى مليان حشو كده زي ما انتم شايفين. بدات بقى ايه اقطع الورق كده واحط الكريبايه واجرب. بجد يا جماعه الكريب تحفه. احلى حاجه فيه انه مخدوم كويس جدا وبجد مليان حشو. الكريب عندهم بجد تحفه. خش لي بقى على الماريه يا باشا. والماريه دي بصراحه انا جربتها في اماكن كتير جدا. في منها اللي عجبني ومنها اللي ما عجبنيش، بس دي بصراحه عجبتني. الاستريبس بتاعهم بقى في حته ثانيه خالص. عايز اقول لكم بيبقى مستوي جدا ومقرمش. وصوص الشيدر بقى بجد عجبني جدا، ونادر جدا لما بيعجبني صوص شيدر. عايز اقول لكم تقيل وطعمه حلو جدا، ما فيهوش اي اضافات، صوص شيدر اصلي. خش بقى اللي بعده يا باشا. وكان عرض البرجر ده بيبقى 4 برجر زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه معانا كانت سندوتش شاورما فراخ. بدات اجرب كده اخد قطمه من السندوتش. الشاورما بتاعتهم بجد تحفه، والتتبيله بتاعتها عجبتني جدا. شاورما اللحمه طبعا مش محتاجين نتكلم عليها كتير عشان دي بقى ايه في حته ثانيه خالص. التتبيله بتاعتها حلوه جدا وبجد عجبتني. ثالث سندوتش معانا في العرض هو سندوتش ستريبس كده. بجد يا جماعه السندوتش ده تحفه عجبني جدا، ولما اروح تاني هطلبه مخصوص بعد كده. ده سندوتش تشيكن برده كده. السندوتش ده جربته بقى كده كان فيه صوص غريب قوي، تقريبا كان صوص بيك تيستي او حاجه مشابهه ليه. خش لي بقى على اللوحه الفنيه دي كده. والله مكسوف بجد اكل منها وابوظ الشكل الجمالي ده. قلت مطعم بيقدم كل الخدمات دي مستحيل الاقي الحلو عندهم حلو. بجد يا جماعه الحلو ده كان اقوى حاجه موجوده اصلا. الفطيره دي عجبتني جدا وبجد شكلها كان حلو قوي. بعد ما خلصت يا باشا قعدنا انا والرجاله كده ناكل لقمه مع بعضينا. عمايل ايديا وحياه عينيا. بيتزا الشرقي دي اللي انا عملتها تحت اللي هي بالسجق. بص كده اهو. طبعا عمايل ايديا، فمش محتاج اقول انها حلوه او لا. طبعا هي حلوه جدا. وبس كده يا باشا ده كان الاكل بتاعنا. اشرف كان بيقول ان هو خلاص سيبع، قلت له لا والله لازم تاكل. ده كان ريفيو في مطعم ابن مصر اللي موجود في شبرا الخيمه. قولوا لي بقى اجرب مطاعم ايه الفتره الجايه. وبس كده سلام.